تكوين عادات مقدسة. احنا بنتعود على امور معينة، ومن صغرنا مثلا تعودنا نغسل وشنا، تعودنا مثلا نلتزم بمواعيد. في واحد اتعود، واحد ما اتعودش. القداسة تحتاج إلى تكوين عادات تليق بالقديسين. يعني إيه؟ يعني مثلا اللي بيتكلم كتير عمال على بطال، دي عادة مش كويس، ما تنفعش مع القديسين، لأن الكتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. إزاي أكون عادة يبقى الكلام بحساب وعلى القد وبحكمة وكل ما كان صالحا للبنيان؟ دي عادة. في واحد عنده عادة إنه يقاطع وما يسمعش اللي بيتقال، عادة مش كويس، لأن الكتاب بيقول يكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام. إذا أنا عاوز أتعود أسمع كويس. في واحد اتعود يسيء الظن بالناس، عادة وحشة، لأن المحبة لا تظن السوء. عاوز يكتسب فضيلة أو عادة جديدة، إنه يشوف أحلى ما في الناس. إذن القداسة كجهاد مرتبطة بتكوين عادات مقدسة. هنا في فكرة كده بيقولوها برضو العلماء، هي ماشية مع تعليم الكتاب المقدس. يقولوا أي عادة تبدأ بالمعرفة، ثم الرغبة، ثم المهارة. ركزوا معايا، أي تغيير عشان الواحد يتغير من طبع لطبع ويكتسب عادة مقدسة جديدة، بتبتدي الأول بفكرة، معرفة. والمعرفة لما تملى الدماغ القلب يسخن، فتتولد حاجة اسمها الرغبة، desire. لما المعرفة تملى العقل والقلب يسخن، تبتدي الإرادة تتحرك. الإرادة دي هتعمل إيه؟ هتبتدي تتدرب على إتقان العادة الجديدة. أنا هعيد وأزيد تاني في دي عشان دي هتفرق معانا. عاوز أتغير ويبقى عندي سلوك قديسين. القديسين ليهم سلوك مختلف عننا، شبه المسيح، عبارة عن مجموعة عادات مقدسة. مش ممكن يبتدي يومه من غير صلاة مثلا، دي عادة. مش ممكن يعيب في حد، دي عادة. مش ممكن يسيب حد زعلان منه، دي عادة. طيب أنا عاوز أتعود على العادات دي. الأول أعرفها كويس قوي، وبعدين أتمنى أوصل لها اللي هي الرغبة، وبعدين أبتدي أتدرب عليها. على كده الكلام ده مش في الأمور الروحية بس. يعني مثلا اللي عاوزة تخس بيبتدوا يوصفوا لها الأول فكرة الدايت أو الرجيم ده بيمشي إزاي. أفكار. هي ممكن تتحمس، تسخن، يبقى عندها رغبة كويس، وبعدين يتحط لها نظام وتدريب تمشي عليه، وضحت؟ فتلاقي في الآخر وصلت إنها اتعودت تاكل قليل، أو اتعودت ما تاكلش مثلا حاجات تتخن. أوكي، يبقى الحياة كلها كده. النمو الإنساني كله مرتبط بالثلاث كلمات دول. أبتدي بكلمة المعرفة، لأنه القديس بولس نفسه كان بيمشي على المنهج ده. اللي يروح لفيليبي 4، بولس كان بعت من السجن، بيقول للناس أنا في كل تعلمت، وبعدين يجي في الكلمة اللي بعدها يقول تدربت، والكلمة الأخيرة اسمها إيه؟ أستطيع. ده كلام بولس. هو ما كانش بيتكلم في معجزات، كان بيتكلم، هو صعبان عليهم في سجن روما بقاله 2 سنين. قال لهم ما تقلقوش عليا، أنا اتعلمت أكون مكتفي باللي أنا فيه. الظروف مرتاحة أنا مبسوط، والظروف مش مريحة أنا برضو مبسوط. طب عملتها إزاي يا بولس؟ قال تعلمت، تدربت، أستطيع.
أستطيع دي في علم التنمية سيدنا كان يعلمها لنا، التمكين، الامباورمنت. يعني إيه؟ بقت من غير ما بتفكر بتعمل الصح. أستطيع. يعني اللي منكم بيسوق عربية، في الأول قعدوا يشرحوا لنا معرفة، دريكسيون، قواعد المرور، فرامل، معرفة. بعدين نفسي أسوق، بقى فيه رغبة. بعدين ابتديت أخد دروس سواقة، تدربت، فبقى عندي مهارة. النهاردة اللي بيسوق ممكن وهو بنص دماغ يبقى بيسوق كويس. مش كل مرة هيدخل العربية يقول هما بيسوقوا ازاي، لا، ما خلاص، لأنها بقت عادة. اللي بيعوم مثلا سباحة، في الأول معرفة، وبعدين رغبة، وبعدين أتقن السباحة، فبينط في المية مش بيفكر. احنا عاوزين يبقى طبعنا طبع قديسين، عندنا عادات قديسين. لازم نبتديها بالمعرفة، تعلمته، ثم الديزاير اللي هي الرغبة، رغبته، وبعدين تدربته، وأخيرا بقيت إيه؟ أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوم. فهو علمنا إن ده منهج حياته هو الشخصي، اللي نقله من واحد فريسي متعصب شديد قاسي مليان عبر، إلى إنسان وديع، أب مثالي، مسلم كل حاجة لربنا، بيفرح حتى في أصعب الظروف. دي حاجات أخلاق قديسين. أبتدي بالمعرفة. المعرفة هي مفتاح التغيير. عشان كده يقول هلك شعبي من عدم المعرفة. لو الواحد بياخد معرفة غلط هيطلع منه طبع غلط. زي الأم اللي تيجي لعيالها تقول لهم إيه؟ خليكوا ناصحين، لو اللجنة مفوتة غشوا، خليكوا تنجحوا. هي حطت معرفة غلط، هيطلع طبع في العيل طول العمر يدور يغش ازاي. اتعود. بس هي ابتدت بمعلومة، بفكرة، بمعرفة. بيقول العكس، ممكن أم تانية تقول له لو اللجنة كلها بتغش، المسيح في اللجنة دي ما تغشش، انت ابن ربنا وما يهمكش، وخليها بمجهودك وربنا هيكافئك. ده علم، معرفة مختلف، هتطلع طبع مختلف. عشان كده في هوشع يقول أنت رفضت المعرفة أنا أرفضك. يعني اللي يرفض المعرفة السليمة في الآخر تبقى نهايته إيه؟ مرفوض من ربنا. المعرفة دي بتيجي إزاي؟ بتيجي بكل أشكال الفكر الروحي. يعني الوعظة معرفة، أقوال الآباء معرفة، سير القديسين معرفة، القدوة في حياتك معرفة. كل ده معرفة. ليه؟ أنتوا شفتوا قديسين، يجوز في العيلة في ناس أبرار، يجوز بتوع مدارس الأحد اللي علموكم من سنين طويلة كانوا أتقياء. كل دول حطوا معرفة، وعشان كده المعرفة دي هي اللي بتكون الشخص. والإنسان بيختار يمشي في أنهي اتجاه معرفة. عشان كده الشيطان النهاردة بيحاول يلوح الناس كلها لمعرفة خاطئة، يحط معاني مشوهة، يحط أخلاقيات جديدة، يدي قيمة للفلوس زيادة قوي، يدي قيمة للغش زيادة قوي. كل ده لخبط دماغ الناس، فتطلع عادات وطباع كلها شريرة. كمان جزء من المعرفة التخويف من العكس. يعني ايه؟ يعني تلاحظ انك عشان تتغير من الإدانة للدفاع عن الناس، دي خطية ودي فضيلة، بس هما في نفس الموضوع. بدل ما تجيب سيرة الناس تقول كلام حلو عن أي إنسان، بدل ما تمسك طوب تدافع عن الست الغلطة دي زي ما المسيح عمل. فرق طبعا. لو عرفت قد إيه اللي يمسك طوب هو نفسه هيترجم بكرة، لو خفت، دي معرفة، يقوم تخلق فيك رغبة مش عاوز أدين حد. يبقى كل الوعظ والتعليم ودراسة الكتاب وفكر الآباء والتلمذة على أب الاعتراف، كل ده تحت بند المعرفة. المخ بيتملي عشان تتولد رغبة، أنا عاوز أتغير كويس.
أنا عاوز أقتني الفضيلة دي، حلو. وبعدين ما تكتفيش بالرغبة، لأن دي مشكلة ناس كتير، يسمع وعظة يقول الكلام حلو وبعدين خلصت ازاي؟ لسه الطبع ما اتغيرش. زي ايه؟ اللي تقعد تتفرج على اللي بيطبخ يقول ده الطبيخ سهل قوي، وتقول ده شكل الاكل حلو قوي، هي لا دقت اكل ولا طبخت، دي قاعده تتفرج على حلقات طبيخ. احنا ساعات نعمل كده، نقعد نسمع بس ونبقى مبسوطين، بس ما فيش تغيير. عشان كده القديس يعقوب يقول ايه؟ لا تكونوا سامعين فقط خادعين نفوسكم. ليه؟ هو اللي بيسمع بس يفتكر نفسه بقى قديس؟ لا، لسه بدري حبيبي، انت سمعت لكن ما عملش حاجة، ويمكن الرغبة اتحركت بس ما كملتش. اذا المعرفة بتيجي بكل ما هو input، حاجة داخلة على الفكر مقدسة، وده دور الكنيسة الأساسي ودور التربية الأساسي. آباء وأمهات وخدام مدارس الأحد وإحنا ككهنة نربي أولادنا وشعبنا على التقوى. يعني إيه؟ نقعد ندي معرفة روحية بكل أشكال التعليم. مع التعليم في ناس تسخن تتدرب تبقى قديسين، في ناس نايمة في الخط. طب نعمل إيه؟ نقوم نغذي الرغبة. نغذي الرغبة يعني إيه؟ مرة واحد بيقول لي أنا دكتور وبشرب سجاير بقالي 30 سنة، وعارف إن السجاير غلط، عارف، بس ما عنديش رغبة بطلها، ما عندوش رغبة فوقفت. هو عارف السجاير غلط روحيا وطبيا وكله، بس ما فيش رغبة إنه يجاهد ضد السجاير. قال لي واحد صاحبي جاله سرطان في الرئة وشرب سجاير زي حالاتي، أنا اترعبت وقررت لازم أبطل. هنا بقى اتولدت إيه؟ الرغبة. فهمتوا الحكاية؟ ساعات ربنا يساعدنا يولد فينا رغبة التغيير. الرغبة دي ليها أشكال كتير. مثلا واحد ما بيقراش الكتاب وبعدين يلاقي العيلة كلها اتفقت هنقرأ كل يوم، هو كسلان، لكن حكاية الاتفاق الجماعي ده خليته يتعود يفتح الإنجيل ويقرأ كويس. هم سخنوه. يبقى أنا محتاج كمان أراعي إن مش بس أبقى مقتنع، أبقى متحمس، لأن أي تغيير لازم معاه اقتناع وحماس، اللي هي اسمها المعرفة والرغبة. أنتوا معايا ولا تهتوا؟ عشان هنوصل في الآخر لتغيير بنعمة ربنا، والتغيير سميناه عادات مقدسة. الرغبة دي تحتاج لتركيز. ليه؟ نلاحظ كده لما واحد يسمع وعظة في الصوم، وعظة في التواضع، وعظة في الهدوء، وعظة في الإنجيل، وعظة في الصبر، وعظة، تلاقيه في الآخر عمل إيه؟ ما عملش حاجة. لكن تخيلوا واحد معايا بقاله 6 شهور بيذاكر موضوع التواضع، ويطلع أقوال آباء في التواضع، ويسمع عظات في التواضع، ويطلع الآيات اللي في التواضع، إيه اللي هيحصل؟ مركز. فلأنه مركز هيبتدي يطلع خطوة في التواضع، لأنه شغال على الفضيلة دي، بيسمعش غيرها، ما يفكرش في غيرها، هنا يحصل تغيير. لكن احنا كلنا عندنا نوع من التشتيت، فتلاقي في الآخر ما حصلش تغيير. لأنه إيه؟ عملت دي شوية ودي شوية ودي شوية، في الآخر ما فيش حاجة اتغيرت. كمان ربنا بيساعدنا بالروح القدس، والظروف بتساعدنا بترتيبات إلهية، والكنيسة بتساعدنا تشوقنا للتغيير. يعني إيه؟ لما بشوف قدامي ناس أتقنت الفضيلة، عندهم عطاء بلا حدود، أنا أتكسف واشتاق وأقول ما أنا نفسي أبقى كده. لما ألاقي خدام بيتعبوا قوي وأنا بوفر مجهودي، أتكسف. إذن حطوا نفسكم في مجال يشوقك للتغيير. قربوا من الناس تخلي الفضيلة قدام عينيكوا طول الوقت. يقوم الواحد يقول أنا نفسي أعيش كده،
ازاي ده ما بيزعلش ابدا؟ ازاي ده ما بيغضبش ابدا؟ ازاي الست دي كل يوم قداس وكل يوم خدمة؟ كويس، حلو، يبقى في شوق اتحرك هنا. كل توبة لا تصل بنا إلى تغيير هي توبة ناقصة. افتكروا المعنى ده. ودي حيلة الشيطان. الشيطان يسيبك تتضايق من نفسك وتزعل على نفسك، وازاي انا عملت كده، وبعدين خلاص اديك زعلت، اديك قلت يا رب سامحني، بس مفيش تغيير. ترجع تعمل تاني وتالت وعاشر، يبقى الشيطان يقول لك ازعل وماله، اتضايق لك شويه. لازم توصل لرغبة تغيير. لازم الواحد يسخن ويقول مش هعمل كده تاني. الرغبة تحتاج للخوف المقدس اللي كنا بنقول فيه. ليه؟ طب أنا لو المسيح جه دلوقتي أقول له ما لحقتش أتدرب، هيقول لي ما أنت كان حواليك قديسين ومعاك الإنجيل والكنيسة حلوة، ليه؟ ليه ما اشتغلتش؟ ليه ما عملتش اللي عليك؟ الرجاء كمان المقدس يحفز الواحد، وكل ما الواحد حب ربنا تلاقوا إرادة التغيير صحيت. لسه شاب بيقول لي ايه، نفسي اعجب ربنا. قلت له انت حلو، عجبه. قال لي لا، انا عارف هو بيحب ايه. قلت له طب شاطر. قال لي انا ناوي السنه دي حماس بقى الشباب الحلو، انا هصلي كذا وهقرا الانجيل بالطريقه الفلانيه وهواظب على كذا عشان انا عاوز ارضيه. قلت له طب ما تخليش الشعله دي تطفي، الحماسه دي ما تروحش، لانه الشيطان هيتغاظ، لان دي رغبه. أنا بعيد وأزيد، معلش استحملوا التكرار. عاوز أوصل لتغيير في اتجاه القداسة، عاوز أكتسب عادات مقدسة. ممكن مفيش حاجة مستحيلة، ممكن صدقوني، بس ابتدي بمعرفة سليمة. سخن نفسك برغبة مقدسة. تعالوا ندخل بقى على الكلمة الثالثة، المهارة بقى. في لغة العالم يسموها المهارة، في لغتنا نسميها الفضيلة أو العادة المقدسة. أراجع معاكم، بصوا بولس بيقول إيه. بيقول إني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت. هنا بقى تكوين الفضيلة أو العادة المقدسة لازم له كلمة اسمها إيه؟ تدريب. مش هتصحى الصبح فجأة تلاقي نفسك سخي، أو ما بتغلطش بلسانك، أو مركز في الصلاة، أو بشوش ووديع، أو بتحب التعب. لا، ده مش هيجي في يوم وليلة، ده عاوزة تدريب، وتدريب مستمر. وبولس كان ده منهجه، قال في كل شيء تدرب، أشبع أجوع أستفضل أنقص. يعني في كل حالة من دول يعمل تدريب إزاي يتكيف مع الوضع. ده في سجن، أي واحد زي بولس يتسجن هيتضايق. قال ما بتضايقش. عملتها إزاي؟ قال اتدربت. أول يومين في السجن عكنانة، وبعد كده لا، هو معايا في السجن خلاص. قعدت أدرب نفسي لغاية ما بقول إيه، أنا فرحان، وبقول لكم كلكم كمان افرحوا في الرب كل حين. اتدرب حتى إنه ما يتضايقش. يبقى كل ممكن حاجة تيجي بالتدريب. المعرفة، الرغبة، المهارة. التدريب لازم يستهدف تغيير طبع معين. مثلا ستات كتيرة ما عندهاش قوي كنترول على اللسان. هتفضلي 30 سنة تعترفي ان لسانك مفوت؟ طب وبعدين؟ هو العمر فيه كام 30 سنة؟ مش كفاية؟ يلا نحط تدريب، نقوم نطلع بقى خطوة ويبقى اللسان ما بيفوتش. عاوزة تدريب، وفي تدريب كتير قوي. واحد عصبي ينفع لآخر حياته يقول أنا عصبي؟ ما تعالج العصبية. غضب الإنسان لا يصنع بر الله، هتضيع السما منك. شوف لك حل في العصبية. مش لاقي حل، روح لأب اعتراف يديك تدريب. تدريب يعني نظام، هتعمل إيه لما تتضايق. كمان لما تبتدي مشوار كمله، لأن الشيطان ممكن يجي بعد أسبوع يقول لك برافو، أنت بقيت ما بتكذبش خالص، أنت تصلحت، أنت اتغيرت.
هو عاوزك تخلص اسبوع وايه يكسعمك تاني، يرجعك زي الاول. قول له لا، ده انا معايا على الاقل 6 اشهر، مش هركز غير في ده وهفضل مراقب نفسي. زي تاني التدريب اللي بيلعبوا رياضة بيتدربوا بجدول معين وحد بيقيم طول الوقت انت اتحسنت ولا ما اتحسنت. واللي بتعمل دايت بتعمل توزن نفسها، لازم في تقييم، هو انا في تغيير بجد ولا منظر. الحرص نفسه ان انا اكمل، لانه ممكن تاني التشتيت والاصدقاء والظروف تخلي الواحد يبتدي خطوة ويرجع فيها، وفي الاخر تلاقي العمر طار وما حصلش نوع من التغيير. تعالوا ندي امثلة بقى عشان ما يبقاش الكلام نظري. من اكتر الامثلة اللي تحتاج طباع مقدسة مشكلة لساننا. اكيد لو قديس عايش في ظروفك ما كانش هيقول الكلام اللي انت بتقوله، لان انواع كلام كتير ملوش لازمة، كلام بطال، كلام غضب، كلام إدانة، كلام لف ودوران، رياء. طب ما كل ده عاوزين نشيله. ابتدي بقى حط الموضوع قدامك وركز وحفز نفسك وارجع لأبوك الروحي واعمل تدريب محددة، هتلاقي نفسك بتتغير. وممكن بعد سنة سنتين حتى اللي حواليك يقولوا لك ايه، على فكرة انت اتغيرت. وده يبقى تشجيع جاي لك من السماء. ليه؟ حصل تغيير في الطبع، لأنك اكتسبت عادة جديدة. ودي مش هتيجي غير لما تكون عارف مشكلتك وفاحص نفسك ومتضايق من نفسك في حاجة، ساعتها يبقى في تغيير حقيقي. تلاحظوا القديسين اللي زي داود وقع في خطايا صعبة قوي، بس الخطايا الكبيرة دي ما تكررتش. ليه؟ توبة صادقة، كره الخطية، قعد بقية عمره ما يسمحش بالخطية دي تاني. هذا اللي بيعجب ربنا، يقول قلبه زي قلبي. طب ده عمل مصيبة يا رب، لا معلش، لما تاب رجع قلبه زي الفل، لأنه اتغير وبقى قديس وبقى نقي وما بقاش يعاود الخطية تاني. يبقى احنا عاوزين نكتسب عادات مقدسة هي ببساطة طبع المسيح نفسه. ربنا يسوع لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. طب اللي بيعلي صوته عنده مشكلة، بعيد عن شبه المسيح. خد معرفة، زود رغبة، ابتدي تدريب. خد شحنة معرفة، صحي نفسك، حدد تدريب، امشي عليه، هتلاقي نفسك بتتغير. نفسي السنة دي أحبائي يبقى كل واحد فينا حاطط لنفسه تدريب مع أب اعترافه يستهدف تغيير طبع أو اكتساب عادة مقدسة. واحد بيقول لي أنا كنت بخيل بطبيعتي، وبعدين سمعت لي كم وعظة عن العطاء، هو إمكانياته كتير. قال لي كنت دايما أتحجج إن أنا مش بشيل فلوس في جيبي ومعايا البتاع الكريدت كاردز والكلام ده. قلت لا، ده أنا بضحك على روحي. فبقيت حاطط في جيوبي 50 جنيه كل خمسينات، ومنين ما أروح مش عارف الزبال خد 50، والفراش خد 50، والناس تقول له ايه ده مش طبعك. قال ما انا نويت هتغير، يعني هتغير ولازم اعجب ربنا، وبدل معايا خير هفضل اوزع. طبعا هو نجح، اكتسب عادة جديدة انه يحب يرش ويوزع، ما كانش طبعه. بس لما ركز وخد المعرفة الوعظات الكتير واتفق مع ابوه الروحي، يا بخته بقى كريم، بقى سخي. يبقى الموضوع مش مستحيل. كانت طول النهار تزعق في عيالها، طول النهار، والعيال تشتكي والراجل يشتكي والجيران يشتكوا، عصبية. وبعدين راحت لأب اعتراف، قالت له زهقت من نفسي. قال لها شوفي ممنوع، مش هتزعقي تاني. طب اعملها ازاي؟ قاعد يحدد لها اتفاقات، كل لما تتغاظي سيب العيال وادخلي اوضتك واعملي 5 مطانيات. قالت له ظهري هيتكسر.
ده أنا بتغاظ 100 مرة في اليوم. قال لها أنت حر، يمكن لما يتكسر تبطل. هي بتسمع كلام أبوها، فبقت إيه، تزعق مرة وتعمل 5 مطانيات، تيجي تزعق التانية ظهرها يوجع، فتلم روح. مرة في مرة بطلت تزعق خالص. بعد 3-4 شهور العيال بقوا سعداء جدا. ليه؟ حطت تدريب وعاندت مع طبعها، خدت طبع جديد. بعد بقى كم سنة تسألها ما تعرفش تزعق. بصوا بقى لما الطبع اتغير، لما يحصل ايه ما بتعرفش، لأنها اتعودت على طبع قديسين، على عادة مقدسة، أنها تستقبل الأمور بهدوء وما تسمحش لنفسها بالعصبية أبدا. برضو واحدة تاني، ما هو الوحدات كتير والستات بالذات عندها خطية إدانة عمال على بطال، زهقت وصعب عليها نفسها أنها مزعلة ربنا، وبعدين قررت أنها تتحدى الإدانة. هتعملي إيه ستي؟ قالت أنا اللي هتكلم عليها كلمة من ظهرها هروح أقول لها في وشها. فقلت لها دي هتبقى فضايح. قالت لي ما أنا عاوز أفضح روح. فلقيت ان انا اتكلمت كلمة على حماتي اضطريت اقول لها، كانت هتخرب الدنيا. فقلت لا، مش هخرب على روح، هاخد بالي. كلمت كلمة زيادة على اختي، رحت قلت لها، زعلت مني وقالت لي ازاي تقولي كده، فلميت روح. مرة في مرة لقيت ان انا جبرت نفسي ما اتكلمش، وتعودت ان انا لا يمكن اجيب سيرة حد. وبعدين لقيت حل تاني سمعته في وعظة، تدريب تاني يقول ايه، كل ما تيجي سيرة حد اشكر فيه. تقول لي لا انا تبقى على لساني هقول كلام وحش، واقوم اقلب الموضوع واقول دول ناس طيبين، دول ما فيش احسن منهم، وهي بتغلي من جوه. ليه؟ لان هي يعني عاوزة تقول الكلام بتاع زمان، اتدربت. وبعد شوية بقت بتشكر في الناس كلها بطبعها، والناس كلها بقت تحبها أكتر. ليه؟ خلاص اتعرف إن لسانها كويس، لا يمكن تعيب في حد. أنا بوريكم إن التغيير مش مستحيل، واكتساب عادات مقدسة ده مش حاجة عجب. اللي يشجعك بقى إنك تفكر كل شوية أنا هقابل ربنا، ما يصحش أقابله كده. في ست كده بقابلها في أمريكا كل سنة، ست كبيرة وتقية قوي ومن عيلة قديسين كبار. كل ما تشوفني تقول لي يا ابونا الفرح أربع وفستان العروسة مبقع. أقول الست دخلت في إيه؟ خطرفة غالبا. هي مش بتخرف، هي واعية جدا. تقول لي فرحي قرب وفستان الفرح مبقع. أنا في الأول ما كنتش فاهم، وبعدين قالت لي مش أنا أقابل عريسي، ده منظر أقابله بيه. طبعا هي إنسانة تقية جدا، لكن لسه زعلانة من بعض العيوب. إذن الموضوع ده يشجع أن الواحد يحط مقابلة ربنا قدامه، ده يشجع. كمان لازم أتفادى المعطلات. يعني أنا عرفت عيبي اللي عاوز أغيره والعادة الحلوة اللي عاوز أكتسبها، أقعد أفكر إيه اللي بيكعبلني، إيه اللي بيعطلني، وتفاداه. لأنه ساعات اتحط في نفس الظروف يبقى مش هيحصل تغيير أبدا. كمان كل ما يزيد القانون الروحي بحكمة، صلاة إنجيل قداسات، كل ما باخد دفعة من ربنا اللي ما أقدرش أعمله هو يعمله لي بقى، لأنه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فأنا أقول له في الحتة دي مش عارف أتغير، يساعدني. لما يلاقيني بحاول يساعدني. ومن له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. إذن موضوعنا الثاني كان تغيير العادات إلى عادات مقدسة. اتفقنا أن في معرفة لازم تبقى مقدسة، وفي رغبة برضو تبقى مقدسة في اتجاه القداسة، عاوز أغير طبعي. وبعدين في مهارة، يعني فضيلة، يعني عادة مقدسة هتيجي بالتدريب، والتدريب عاوز وقت وعاوز تركيز وعاوز متابعة، لكن هيحصل تغيير، هيحصل بنعمة ربنا
لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. نقول ترتيلة بعد إذنكم، نقول قلبي الخفاق حافظنا. قلبي